النهاردة هتشوفوا حيوانات عاشت سنين طويلة بعيد عن حريتهم، محبوسين في ظروف صعبة. لكن أخيرا جه اليوم اللي هيرجعوا فيه لبيئتهم الطبيعية بعد رحلة علاج وتأهيل طويلة. هتشوفوا النهاردة لحظة إطلاق سراحهم من جديد، وقد إيه كانوا فرحانين بعودتهم للحرية. أنا محمود المغربي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة. صلى على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو. في اللحظة دي بيتم إطلاق سراح دب عمر 3 سنين، واحد من أقوى حيوانات البرية. شوفوا نظرته للطبيعة وردة فعل أول ما خرج، واللحظة اللي بص فيها للقفص كأنه مش مصدق إن أخيرا خرج منه. النمر ده مختلف تماما لأنه من فصيلة نادرة جدا. النهاردة هيتم إطلاق سراحه بعد تربيته ورعايته لفترة طويلة، وده بعد إنقاذه لما تم اصطياد والدته على يد الصيادين. دلوقتي جه اللحظة اللي هيتم فيها رجوعه لحياته الطبيعية. النسر الأصلع ده أخيرا هيتم إطلاق سراحه بعد علاجه وتأهيله من إصابة اتعرض ليها في معركة مع نسر تاني. دلوقتي اللحظة دي هتحدد هل هيقدر يطير بنفس قوته ولا لأ. دي واحدة من أصعب لحظات إطلاق سراح الحيوانات. النمر ده تم أسره عن طريق بعض الأشخاص، وكان لازم يرجع لحياته الطبيعية. بعد نقله لمكانه الطبيعي هيتم إطلاق سراحه أخيرا. المحميات الطبيعية مكان رائع لحماية الحيوانات، ودلوقتي بيتم إطلاق سراح مجموعة من الحيوانات اللي تم علاجها وتأهيلها من جديد. شوفوا هنا رد فعلهم السريع وفرحتهم الكبيرة وقت رجوعهم لبيئتهم الطبيعية. من أجمل اللحظات اللي ممكن تشوفها هي لحظة إطلاق سراح توأم من الدببة اللي تم فصلهم عن أمهم علشان بيتم علاجها. دلوقتي اللحظة المنتظرة أخيرا وصلت وهم بيبدأوا رحلتهم في البرية من جديد. لحظة مميزة جدا وقت إطلاق طيور السمان لحريتها. الطيور دي دلوقتي رجعت لمكانها الطبيعي وكأنها جزء من السما نفسها. لحظة تخليك تحس بجمال الطبيعة وعظمة الحرية. الغزلان دي تم العثور عليها في أوائل الربيع من غير أمهم، وبعد فترة طويلة من الرعاية والاهتمام بقت جاهزة ترجع تعيش حياتها الطبيعية. شوفوا هنا فرحتهم وهم بيستعيدوا حريتهم، كأنهم مش مصدقين إنهم رجعوا لبيئتهم من تاني. السيدة الجميلة دي بعد ما اهتمت بالبطريق ده من وهو صغير قررت تطلق سراحه علشان يرجع يعيش حياته الطبيعية. شوف ردة فعله الجميلة وهو بيستعيد حريته، تحس انه مش مصدق ان راجع لبيته الحقيقية، وفرحته واضحة جدا وهو نازل للمية من جديد. استعدوا هنا تشوفوا اجمل لحظة في حياتكم. السيدة دي هتطلق دلوقتي البومة اللي قامت بتربيتها من وهي صغيرة. شوفوا جمال عيونها ودهشتها وهي بتكتشف حريتها لأول مرة، تحس انها مش مصدقة ان النهاردة هو يوم رجوعها لحياتها الطبيعية. تخيلوا الناس دول مشوا 1200 كيلو في 17 ساعة بس علشان يطلقوا أشبال الدببة في بيئتهم الطبيعية. شوفوا هنا الدب الصغير ده، تحس انه مش مصدق ان اخيرا بيدوس على الارض اللي كان بيحلم بيها، لدرجة انه واقف مذهول كأنه بيقول هو ده بجد ولا ايه. بعد رحلة طويلة مليانة تحديات تم اطلاق زوج من الزرافات اخيرا. الزرافة الاولى ما صدقت وطلعت تجري للحرية، لكن التانية وقفت لحظة كأنها مش مصدقة اللي بيحصل، وبعدين دخلت بهدوء لعالمها الجديد. للأسف الأسد المسكين ده عاش 6 سنين في حديقة الحيوان بعيد عن بيئته الطبيعية. شوفوا هنا اللحظة المؤثرة لما لمس العشب لأول مرة، وللأسف هنا كان تعبان جدا بسبب قلة الحركة وعدم وجوده في مكانه الطبيعي. تم إنقاذ حيوان البنغول ده من هجوم كلب، والنهاردة اللحظة الجميلة دي هنشوف فيها إطلاق سراحه لمكانه الطبيعي مرة تانية. شوفوا هنا رد فعله وهو بيرفع ايده بطريقة تحس كأنه بيقول متشكر جدا على اللي عملتوه معايا وسيبوني اعيش حياتي بقى. دلوقتي هنشوف لحظة مميزة جدا وهي إطلاق سراح زوج من الذئاب الحمراء المهددة بالانقراض. الخطوة دي اتعملت في مركز حماية الذئاب علشان يتيحوا فرصة أفضل للتكاثر ويحافظوا على النوع النادر ده من خطر الانقراض. لحظة استثنائية لما تم إطلاق سراح مجموعة من الماعز البري. في الأول كانوا مترددين وخايفين يخرجوا، لكن أول ما واحد فيهم خد الخطوة الأولى فجأة الكل جري وراه بسرعة وكأنهم بيحتفلوا بحريتهم. الله على جمال اللحظة دي.
واللي هيتم فيها إطلاق سراح حيوان البنغول بعد ما تم إنقاذه من التجار غير المشروعين في الحياة البرية. شوفوا فرحته وهو مش مصدق إن راجع لمكانه الطبيعي، وقد إيه هو فرحان برجوعه للحرية. أسد البحر ده تم إنقاذه بعد إصابة خطيرة جدا في عينيه، وبعد فترة طويلة من العلاج والتأهيل النهاردة اللحظة المنتظرة واللي هيتم فيها إطلاق سراحه أخيرا لبيئته الطبيعية. مدرس في الهند قرر يعمل درس عملي لطلاب عن الحرية. جمع البغبغانات اللي تم أسرها من الصيادين وقدام طلاب المدرسة أطلق سراحهم مرة تانية، لكن بسبب إنهم اتعودوا يعيشوا في الإقفاص كانوا مترددين جدا في الخروج لأول مرة. في مهرجان البيسون السنوي بيتم إطلاق عدد كبير من حيوانات البيسون مرة تانية لبيئتهم الطبيعية. شوفوا فرحتهم وهم بيجروا في المشهد ده وكأنهم أول مرة يحسوا بطعم الحرية. لحظة إطلاق 3 من ثعالب المية كانت مليانة تردد وخوف، وده لأنهم ما كانوش متعودين على الحرية، لكن مع شوية وقت وصبر فهموا ساعتها إنهم راجعين لبيئتهم الطبيعية. وأول ما استوعبوا ده اتحركوا بسرعة رهيبة في كل اتجاه، وكأنهم بيحتفلوا برجوعهم لبيئتهم الحقيقية. مجموعة من طيور البطاريق الإفريقية المهددة بالانقراض أخيرا بترجع للمية بعد ما قضوا فترة طويلة تحت الرعاية الطبية بسبب قيود أنفلونزا الطيور. النهاردة أول مرة بيستعيدوا إحساسهم الطبيعي بالمية. شوفوا فرحتهم وهم بيستمتعوا بحريتهم من جديد. تم إطلاق القوارض الصغيرة دي بحذر وهي في طريقها للجحر بتاعها. في اللحظة الأولى كانوا مترددين شوية، لكن فضولهم أخدهم بسرعة وبدأوا يتحركوا بسعادة وهم بيستكشفوا بيتهم الجديد. من أروع اللحظات اللي ممكن تشوفها هي لحظة إطلاق النسر الضخم ده وهو راجع للبرية من تاني بعد فترة علاج وتأهيل طويلة جدا. شوفوا حجم أجنحته الكبيرة وهو بياخد أول نفس للحرية، تحسوا كأنه بيسترجع حياته من جديد. تم إطلاق سراح 2 من الذئاب المكسيكية النادرة في منطقة خاصة بتعافي الذئاب ضمن جهود الحفاظ على النوع ده اللي بيواجه خطر الانقراض. شوفوا هنا لحظة رجوعهم للطبيعة من تاني بعد علاج وتأهيل طويل جدا. المجموعة الكبيرة دي من الأحصنة الجبلية بعد فترة طويلة من الأسر أخيرا هيتم إطلاق سراحهم النهاردة للبرية. شوفوا فرحتهم وهم بيحسوا إن هم راجعين لبيتهم الحقيقي قد إيه كانوا فرحانين جدا. بعد رحلة طويلة من التعافي من إصابة خطيرة أخيرا جه الوقت لإطلاق البومة التلجية من جديد في البرية. شوفوا هنا فرحتها الكبيرة وهي بترجع للطيران بحرية للمرة الأولى. الدب الضخم ده تم نقله لمكان جديد، وشوفوا هنا اللحظة اللي شاف فيها الحرية لأول مرة. منظره كان رهيب وهو بيخرج من القفص، تحس فعلا قد ايه حجمه ضخم جدا. القط البري من أشرس الحيوانات، ودلوقتي هنشوف لحظة إطلاق سراحه بعد ما تعرض لحادث عربية وتم علاجه وتأهيله. شوفوا هنا اللحظة لما اتفتح باب الصندوق جري بسرعة رهيبة كأنه لأول مرة بيحس بطعم الحرية. تخيلوا المشهد الجميل ده. الأبقار دي بيتم إطلاق سراحها في فصل الصيف كل سنة. شوفوا هنا لحظة فرحتهم لما بتيجي اللحظة دي، بيبقوا زي الأطفال الصغيرين وبيتنططوا من السعادة. والأجمل في الوقت ده إن بيكون في تجمع كبير للسياح اللي بيجوا مخصوص علشان يشوفوا المنظر ده. بجد لحظة مميزة تخليك تحس بجمال الطبيعة وفرحة الحياة. تخيلوا المنظر الجميل ده، قطيع من الجاموس البري الضخم ده بيرجع للبرية. برغم حجمه الكبير بيتحركوا بخفية ورشاقة غير متوقعة. رغم شراسة حيوان الوشق، الأنثى دي أخيرا هتستعيد حريتها في البرية بعد رحلة علاج وتأهيل طويلة. لحظة إطلاقها مميزة جدا، وهي دليل على قوة الطبيعة لما بتاخد فرصتها من جديد. دلوقتي هتشوفوا لحظة إطلاق ثعلب رمادي للبرية من جديد بعد ما تعرض لإصابة خطيرة بسبب الفخاخ. الثعلب ده مر في فترة علاج وتأهيل طويلة، وبصراحة ردة فعل وقت ما رجع لحريته كانت جميلة جدا. تحس قد ايه هو ممتن وفرحان ان رجع يعيش حياته الطبيعية تاني. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الأوقات اللي بقضيها معاكم بتكون من أحلى وأجمل الأوقات، وساعتها بكون فرحان جدا. وياريت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتشوف باقي الفيديوهات على القناة. أشوفكم بخير، سلام عليكم.